لو بتحب الميك اب اللي بيلمع ويديكي ثقه يبقى الميك اب لوك ده ليك. يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه ابتديت احط البيز بتاع الاي شادو اللي انا هعمله، طبعا هو الكونسيلر، وببتدي نفس الوقت انضف الحاجب عندي. زي ما انتوا شايفين حطيت كميه من الكونسيلر وابتديت اخد فلات براش وببتدي اظبط رسمه الحاجب. بعد كده اخدت البيوتي بلندر وابتديت ادمج كل الكونسيلر، ودلوقتي بثبت بالكومباكت باودر. ودلوقتي بقى ابتديت استخدم الباليت بتاع هدى بيوتي، وحاطه لكم الدرجه بتاعه الالوان عشان انتوا ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، فانا قصيتها عملتها مصغره كده اللي ظهرت دلوقتي. ابتديت اخد اول درجه مع بلندنج براش تكون متوسطه، وابتديت احدد على الجفن الثابت. زي ما انتوا شايفين انا مش هحط الوان كتير في اللوك ده لان ده هيكون لوك برايدل اكتر، تمام. وفي نفس الوقت هيكون هادي وساحب العيون على بره شويه. زي ما انتوا شايفين انا كل ده في نفس الدرجة اللي انا اخدت منها. ببتدي ازود الاي شادو واحدة واحدة بالشكل ده، وببتدي ادخل الاي شادو بتاعي انزله عند النوز من جوه من عند زاوية العيون. تاني درجة بقى استخدمت من الباليت بتاعت انستازيا اللون اللي هو على بينك شوية ده اسمه لاف، برضو حطلكوا الصورة بتاعته علشان تكون شايفين درجة اللون بالظبط. وكمان انتي لو ما عندكيش نفس الالوان عادي ممكن تستخدمي من اي باليت انتي بتحطي منها، حتى لو انتي مبتدئه او بتعملي ميك اب عادي لنفسك يومي في البيت، فانتي بس تاخدي الخطوات وتطبقي عليها. مش شرط الالوان، ممكن تعملي الخطوات دي بدرجات تانية تكون برضو لايقه مع بعض، او لو عندك حاجات شبيهه للالوان ممكن تستخدميها بنفس الشكل ده. ببتدي ادخل برضو اللون اللي انا اخدته على بينك شوية من الاطراف بتاع الجفن المتحرك والجفن الثابت، ببتدي ادمج الاتنين مع بعض. يا رب يكون الدمج واضح وكمان الالوان واضحة معاكم. ودلوقتي ببتدي استخدمت زي بروش كده بتاعت الحواجب بس سميكة شوية، وهبتدي اسحب خط زي الايلاينر بالظبط على بره، وهملاله الفراغات بنفس اللون، يعني هو لون على توبي شوية. شايفين رسمة العين دي يا بنات سهلة جدا جدا، وفي نفس الوقت هيطلع في الاخر شكلها حلو قوي. اخدت برضو نفس اللون، ببتدي اتقل خط الايلاينر بتاعي وادخل اللون على جوه، واستخدمت اول بروش انا استخدمتها خالص ودمجت بس كده الالوان مع بعض. ودلوقتي ببتدي انفض بقى اي زوايد عندي، يعني انتي حتى لو على البشرة عندك تبتدي تنفضي باللوز باودر اي زوايد اي شادو وقعت. دلوقتي اخدت فلات بروش ونقطه بالظبط، نقطه بسيطه من الكونسيلر، وببتدي اخلي الرسمه بتاعتي تبقى شارب اكتر. دي بقى نضفت الميك اب لوك اللي انا بتكلم فيه. دلوقتي اخدت الكومباكت باودر مع السبونج وبرده نضفت الخط بتاعي. والدرجه اللي انا طلعتها لكم دلوقتي دي من باليت انستازيا، ابتديت اتقل بيها خط الايلاينر عندي. انا بس بتقل بيها خط الايلاينر، ماليش دعوه بالاي شادو الدرجات اللي انا عملتها من فوق. ودلوقتي اخدت لوز بيجمنت وابتديت احطه على الجفن كله المتحرك، وهبتدي اطلعه شوية على الايلاينر وعند الحواجب لان اللوك ده هيبقى جلوي كده وشكله حلو قوي قوي قوي. ودلوقتي استخدمت البنسل لاينر وعملت الوينج. طبعا انا مصورتش الخطوة دي علشان انا عملتها لكم كتير. ودلوقتي بقى ببتدي اعمل اللاين بتاع الرموش من تحت. ببتدي اخد من اللون برضو الاغمق للون الافتح بفلات بروش، ببتدي بس اسحب كده وادي وسع للعين من على بره كده. زي ما انتوا شايفين ببتدي ادمج واظبط الخط معايا كويس قوي، واخد من الدرجة الغامقة للدرجة الفاتحة. استخدمت بقى ايه هنا؟ استخدمت لون بيجمنت فاتح على بينك اكتر علشان ينور لي بس ويديني اضاءة تحت في اللاين بتاع خط الرموش السفلية. الحركة دي بتوسع العين وبتدي اضاءة حلوة قوي. شايفين اللوك بسيط ازاي وفي نفس الوقت شكله حلو قوي. انا كده خلصت بجد رسمة العيون. ودلوقتي ابتديت اركب الرموش. اخترت الرموش ان هي تكون خفيفة ومفرغة علشان تبين الميك اب لوك وتخليه سيمبل اكتر. انا مش عايزاه يبقى اوفر، انا عايزة استمر على نفس الستايل اللي انا عاملاه لرسمة العيون بالشكل ده. وابتديت اعمل الكونتور بتاع النوز وكمان حوالين الجبهة. ودلوقتي اخترت بلاشر لونه بينك وابتديت احطه يعني على الخدود، نفس المنطقة اللي انا بحط الاي شادو قصدي البلاشر يا بنات بتاعي على الخدود، ابتديت احط برضو على عيون السيليكون.
وكمان هنا ابتديت اجيب بقى الهايلايتر وابتدي اعمل الجلو بتاع البشرة اللي احنا كلنا بنحبه، من برضو عند اول الخدود وكمان عند النوز والجبهة. فبيدي شكل حلو قوي، وزي ما قلت لكم بيخلي البشرة جلوي وشكلها هيلسي قوي قوي. وكمان الهايلايتر يعني بيدي اضاءة حلوة. وبس كده، ده يكون الفاينل لوك. يا رب يا بنات الميك اب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا تتعلموا حتى لو حاجات بسيطه مني. ويا ريت تطبقوه، تكتبوا لي تحت وتبعتوا لي الشغل بتاعكم تحت في الكومنت. وكمان هستنى رايكم تحت في الكومنت، وكمان تكتبوا لي تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. وبس كده، باي.